أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجيت درس والسبعة من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. اتفقنا إخواني الكرام في دروس الاثنين، كل اثنين وش العنوان الدرس تاع اليوم؟ في شرح الرسالة. الدرس القادم يوم الاثنين في شرح المختصر الفقهي للشيخ خليل. إذن حلقات مسلسلة، كل اثنين يتناوبوا، مرة الرسالة مرة سيدي خليل. قد قلت لكم وأؤكد أنه هناك مصادر علم مهمة جدا في حياة المسلمين عموما وفي حياة المنطقة خصوصا. ابن عاشر، عبد الواحد بن عاشر، ضروري مصدر من مصادر الفقه. كاين الرسالة لابن أبي زيد القيرواني درنا نشرحها، وقد بينا الكنوز التي تحويها هذه الرسالة في الحلقات الأولى. والشرح والمختصر الفقهي للشيخ خليل. الجزائر كامل تقول سيدي خليل سيدي خليل سيدي خليل، والمنطقة هنا في الزوايا وفي المساجد سيدي خليل مرجع مهم. هذه المراجع تضاف إلى ديوان عظيم من دواوين الإسلام، وهو الموطأ، موطأ الإمام مالك. وصلنا إلى قوله لقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، إلى قوله: وجمل من أصول الفقه وفنونه. هنا يبدأ يعني المقطع الأول في حلقة اليوم، الحلقة السابعة. وجمل من أصول الفقه أي أدلة الفقه. لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. كل حاجة ساعة زوران، كل ثمسني ساعة زوران. صافي ذاك ابن أبي زيد القيرواني أدي قار كتاب ثاقي أغي توليه باش السين زوران للفقه، الجذور وأصول الفقه، أدلة الفقه. طبعا المبثوثة في الكتاب والسنة، ذي سنة العوانصر لا ينصر مزوارو، ذي القرآن لا ينصر والسين السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفنونه، المقصود وفنونه معنى وفروعه، المعنى أم التجرة. التجرة الساعة إزوران، الساعة الجذرة، الساعة يفوركاون. هكذا الشجرة لها جذور ممتدة في عمق الأرض ولها فروع، ومن الفروع إن شاء الله نأخذ الثمرات أو الثمار. وبعدين واش يقول ابن أبي زيد القيرواني؟ على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. يعني يبين باللي هذه الرسالة بما فيها من خير وفقه وعلم على مذهب الإمام مالك. شكون هو الإمام مالك؟ وقد شرحناه، إمام دار الهجرة، عالم المدينة. وقد قلنا ما قاله ابن خلدون حينما كان يتحدث عن الطرق التي تخدم السنة، طريقة الشاميين، طريقة البصريين، طريقة الكوفيين، طريقة الحجازيين. واش يقول؟ وأفضل الطرق هي طريقة الحجازيين. هكذا يقول ابن خلدون، ويتحدث عن هذه المناهج، عن هذه الطرق. ثم واش قال؟ افتح القوس، قال: وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. أغلق القوس. بمعنى يبين في خلاصة مركزة باللي سيد الطريقة الحجازية بعد السلف هو الإمام مالك عالم المدينة. والإمام مالك ممكن نقول في بعض الأحاديث كاين زوج الرجال بين الإمام مالك والرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول لك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول.
يعني بين الإمام مالك والرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجال، زوج، يعني باش نفهموا باللي راه مصدر من مصادر العلم، والإمام مالك تحدثنا عنه مطولا في دروسنا السابقة. يبغى ديالي الإمام مالك ذي يونس مستوني مقرانا قرنس إمام دار الهجرة، يلول ذي المدينة، يعيش ذي المدينة، يغرى ذي المدينة، يفتى ذي المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة، يموت الفلاس يعفو ربي. إذن هكذا يقول ابن أبي زيد القيرواني على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، يعني ومنهجه الذي أصله وخدمه تلاميذه. خاطر الإمام مالك الإمام ذعنت تلاميذ ينس الكفريديس، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. معنى في مسائل إوعرا وثنتدي شرحا إناد من تفسير الراسخين، يستخدم كلمة الراسخين، رسوخ القدم. ربي القرآن الكريم مثلا في سورة العمران في أوائلها هو الذي أنزل، الآية السابعة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. بعدين وش يقول؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. لذلك شكون اللي يفسر ما أشكل؟ الراسخون في العلم. وبيان المتفقهين، يعني المتفقهون هم الذين يبينون إذ كان زل مسنوا أديس فهمن أين ونتو فهمارا نغيني وعرن دقين يديوسان ذي التراث الفقهي نغذي كتاب الإمام مالك، نغذي كتاب الإمام ابن أبي زيد القيرواني لما رغبت فيه من تعليم ذلك الولدان، مخاطبا أبا محفوظ محرز. خاطر الناس ماذا بك تصغر الولدان علاش مشطاح يقردان كما تعلمهم حروف القرآن، أمكن الصغار حروف القرآن الكريم. وطبعا القرآن يتلقى ليسبق إلى قلوبهم ذكي كأنه ذكي قرنك جواب عن سؤال مقدر، كأنه تلقى السؤال من محرز وأجابه ابن أبي زيد القيرواني ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله. إنك باش دي قرذان الزيث أذي زوير سولو النسن الفهمة بولا ربي. لذلك القراية ذي ثمزين أي غير جدود النغ الصغارين قرذان من القرآن ذي ثمزين يك حفظت القرآن، حفظ القرآن وهم صغار. لماذا؟ لأنه الصغير يحفظ، مازال ما عندوش مشاكل الدنيا وشواغل الدنيا إلى آخره، مازال المخ نتاعو طري يستوعب. إنك من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركاته، ذوي البركة بول ربي وتحمد لهم عاقبته، يعني ثقلا سنتين صفراحا ثمديثا سنتين صفراحا. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. إناس قفلا جاو كيد فين الظلفظ فين السترض خاطر تراجع الثواب لاجر غير ربي سبحانه. أما ذلك ما ذلك أي غير وين الصغر يعني أول ربي وين يسفهم الإسلام وكذلك أودع إليه. وربنا في سورة النحل الآية 125 ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. أنوي ذو لون قلهان ذو لون القلوب التي صارت وعاء للخير، ذو لون يتشرب ذا الخير. يمكن قاصد قبائلي تسنضيون تشاروا لك ذا الخير، تشاروا لك ذين الهام، خاطر الانسان غادي يرتاح ويسترتاح وياه. وارجى القلوب للخير انوي ذو لون يتراجون الخير ما لم يسبق الشر اليه. ما الى ذو لون وللزوالة غرس الشر والعياذ بالله. واولى ما عني به الناصحون عندهم اولويات، فقه الاولويات، مراتب الاعمال، ميزوار من الشغل إليه وراغبا في أجره الراغبون. ذا شوك يعني جعل ذا شو ذا مزوار أما الناصحين أما الراغبين إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. مرة السوضن الخير سلون يقرذان نغدريا للمؤمنين ليرسخ فيها
باش هذه يوثي زوران تقول ونسن وتنبيههم على معالم الديانة باش هذه السنن يعني معالم الدين أكن ملانت وحدود الشريعة ثلثة من الشريعة وربي ناد ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في سورة الجاثية الآية 18 بعد شو دينا ليرادوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم ما إلا الخير يكشم تقول ولا نسن أذحم من الخير وأذحم من الدين والجوارح نسن خدما لأن القلوب تؤمن وتتوكل ولكن الجوارح تطبق وتعمل. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. وين يصغرني قرذان أول ربي وقيد السبا باش ربي سبحانه وري الفيارة وري الزعفارة أو وين يبغانا وري الزعفارة فلس ربي وري الفيارة فلس ربي سبحانه. هذه الصغر القرآن الكريم خاصة قرذان خاطر ما إلا يونور يحفظ ريث مزي مريم ورا اللي يعرف الله ساشو دينا وأن تعليم الشيء في الصغر ما إلا القراية نغ الحفاظة السلم ذي ثمزي كالنقش في الحجر ما إلا ذي ثمغار سمحتي يمين نقش القوامان ولكن مازال الخير كي نقول هذا الكلام مانيش نقول معنى الكبير ما يتعلمش لا الإنسان يتعلم يقرأ إلى آخر لحظة في حياته. الإمام البيروني هذا من كبار علماء الإسلام قبل وفاته بلحظات جاءه عواده كانوا حاضرين واستمع إليهم يتناقشون في مسألة علمية وقال لهم بلسان اليقين كي تلقاو الجواب أعطيوا لي الجواب. قيل له ماذا تفعل بالعلم وأنت مودع انت رايح تموت؟ قال هم أحب أن ألقى الله وأنا أعلمها أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. كان حريصا على استثمار الزمن إلى آخر لحظة في حياته. فالتعليم لا عمر له ولكن أفضل العمر هو وقت الصغر للتحصيل العلمي. أرجز الإمام البيروني يناد فلس سخاو ومن كبار المؤرخين يناد أكبر عقلية عرفها التاريخ هو الإمام البيروني قبل ذي يمث يعني وقت سكرت الموت يسلا وقال لنا يذس اتمناقشن قلت تمثالت اتسقر ذي الشن الناس الميثو فهم الجواب في كثير سيد الناس اش تخدموا ستموسني كشينا قلاك تروح ذا تمفض الناس خير قبل ربي ستموسني كيفا جديد اي ثرنو ذي القيمه غير ربي سبحانه ولا قبل ربي بلا ما سنغت هكا يخدمن ساكن سزالي الوقت اكون يبارك ربي اكون يفكر ربي ثم عشت اللي سر ثلاثه السر. السلام عليكم ورحمه الله.